القائم بالاعمال حاسبينك بحال التعاونيه، لست بدوله اصلا. انت كي حنا فرق ما بين دوله عندها جوج ديال السفارات، وحده كاينه في كازا والاخرى كاينه في الداخله. علاش؟ مشاريع كثيره، منتديات اقتصاديه، كاين تعاون عسكري، عندنا خدمه كبيره بيناتنا. وباش نزيد ناكد لك على هذا الشيء كامل، المعهد الاستراتيجي الامريكي نشر هذه الصوره هذه باش كومسا تزيد الى بغيتي تفرج. ها انت كبر الصوره باش تزيد تفهم ثاني اكثر. هذه الصوره اللي نشرها المعهد الامريكي والخارجيه الامريكيه على ذا سترونج فريند في 2026 او من الشركاء القويين في العالم. فرج في المغرب مكتوبه، في افريقيا كامله حاكمين اشياء. هذه هي منطق القوه والناس اللي كتسير هذه هي الدول. الناس اللي عندها الكلمه هما هذو اللي داوين هنا. هذه النقطه الثالثه. المساله كي نجيو نتكلموا انت في علاقتك مع الخليج، انت كي تقول على مستوى مثلا مركز القرار، اعطيني انت اوطونك الجيريان شنو هي الحاجه اللي لما درتيها سيفتقد العالم اليك. انت يقبروك 20 عام توحد فين ما يسول عليك، والدليل على ذلك ما عندك شركاء، ما عندك حلفاء، ما عندكش اقتصاد اصلا، ونتحداك عليه بانك غير فاهم اصلا الاقتصاد. حتى فرنسا عدت اليها منبطحا لانك نفذت كل الشروط الفرنسيين، ونتحداك تجيب لي شرط واحد نفذتيه للفرنسيين. افرجت عن صلصال، تراجعت عن الاحتراف، تجريم الاستعمار، على المستوى الاقتصادي، حتى المستوى الامني وهضم لحقوق الحراقه، جميع ما طلبته فرنسا نفذتيه. الدليل أنك عدت خادعا إليها. علاش؟ لأنك ليس لك زعيم، ليس لك كما نقولوا حليف في المنطقة. ودائما كانت فرنسا هي المنقذة لك في جميع الأزمات ديالك، وآخرها نهار خديتي قرض من البنك الدولي ب 33 مليار ديال الدولار وما لقيتي إلا الإيطاليين والفرنسيين اللي مازال كيستنزفوا الثروات ديالك إلى يومنا هذا بالثمن باطل، لأنهم خرجوك من التبعية لصندوق النقد الدولي. وبهذه العنجهية والتغنانت والمارشاريه المقطعة راك غتدخل في حيط في السنوات القادمة. لذلك أنا أقول أخويا إلياس في إطار أنني نشرح في دقيقتين ما يحدث الآن في العالم. الآن سنشاهد تنزيل لنظام عالمي جديد، وأنا عندي لايف إن شاء الله غدا إلا سمحتي لي، وأعتذر منك ونتمنى أنه ما يخلقكش هذا. أنا سميته اللايف غادي يكون مع 4 عشية، سميته من يسيطر على الملاحة والطاقة يسيطر على اللعبة.